السلام عليكم. يلا سمك. النهاردة ان شاء الله معانا سمك بولتي او سمك تلابيا زي ما بيتقال عليه بالانجليزي. السمك ده بولتي بس لونه احمر كده. هو بيتباع كده في امريكا. المهم جبنا السمك غسلناه ونضفناه ونقعناه في مية وليمون وخل ومعلقتين طحينة. ودلوقتي بنمسكه، بصوا نعمل فيه فتحات كده علشان نعمل الخلطة بتاعتنا. لما بتعملي الفتحات دي لما بتكون السمكة كبيرة بتفرق جامد جدا في التتبيل، بتخلي اللحم متبل وطعمه جميل قوي. معانا هنا توم متقشر واهو ومضروب في الكبة، ومعانا كمان نص جزراية، ومعانا فلفل حامي او فلفل بارد على حسب ما انتي بتحبي. انا الحقيقة كنت حاطة فلفل حامي لان احنا عندنا شوية بنحب السبايسي. فبنخلطهم كده مع بعض. وهنا هنبدأ نحط التوابل. دي كزبرة ناشفة، تمام. ومعانا كمان شوية كمون، طبعا على حسب الكمية وعلى حسب الرغبة. وادي 7 بهارات، بحب طعمها اكتر من بهارات السمك. وادي الملح، طبعا الملح بتزودي سنة لان التوم وكده بيمتص الملح. وهنا شوية شطة حمرا مجروشة علشان احنا زي ما قلت لكم بنحب السبايسي. وادي معلقة هريسة شطة اهو. الفلفل على فكرة الاخضر اللي انا حطيته كان يعني جزء سبايسي وجزء بارد. وهنا الخل، وبعدين كتري 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 من الليمون. الليمون بيبقى مهم قوي في السمك، يعني عموما السمك يحب الليمون جدا على قد ما تقدري، بيدي طعم جميل. وخصوصا لو ظبطه الملح بتلاقي الطعم رائع. تقعدي على السفرة مش محتاجة ان انت تزودي ولا ليمون ولا اي حاجة، خلاص هي السمكة متبلة وتمام جدا يعني. فتمام، بنعمل كده اهو، بنعصر الليمون. ليه بعملها على السكينة كده؟ الليمونة بعصرها بالطريقة دي بتطلع كل الجوس اللي جوه الليمونة اكتر ما بحطها، كمان اكتر ما بعملها بعصرة الليمون. فدي بصراحة بحس ان انا بتحكم فيها اكتر يعني. تمام، هنا حطينا تقريبا 3 ليمونات، والليمون ما شاء الله حجمه كبير يعني مش صغير. هنا هندوق، لا لسه محتاج ملح. اهو حطينا ملح تاني، تمام. طيب هنبدأ بقى هنا نجيب السمك ونبدأ ان احنا اهو نحشي قلب السمك. طبعا طول ما احنا واقفين ايدينا مغسولة، ايديكي انضف مليون مرة من الجلافز. حتى لو لبستي جلافز يعني انا عن نفسي بعتقد كده يعني ان ايدينا بنغسلها ومتحكمين فيها، تمام. المهم ادي السمك هنا عمالين اهو نتبله كويس، ونتبل الفتحات كمان مهم قوي. وانتي بتتبلي مش بس البطن، اوصلي لحد الراس كمان بالتتبيله، بتدي بعد كده طعم جميل لان بيبقى فيه لحم كده في الراس خفيف. في ناس تحب قوي تطلعه كده وتاكله، واحنا من الناس دي برضو. anyway كده تمام. بصي تحشي كده الفتحات دي من الناحيتين اهو. يعني غالبا دي اخر سمكة. على فكرة كان معانا واحدة قاروص كمان، هي كانت فاضلة عندي من سمك قبل كده وشلتها في الفريزر وطلعتها النهاردة عملتها. كل دول سمك بولتي. والسمكة التانية دي اللي فاضلة معانا كانت ايه، برونزينو او اللي هو القاروص. تمام، هنا عندنا زيت زيتون، انا بحب جدا استخدم فيها زيت زيتون. الوصفة دي هي بتدخل الفرن، مش بنقلي السمك. انا عن نفسي بقلي قليل قوي السمك، بنحبه دايما كده في الفرن. فاحنا حطينا عندنا تقريبا بتاع نص كوبايه زيت زيتون، بصي غسلنا ايدينا ازاي. وبعدين حطينا الخلطه اللي هي بتاعه السمك على زيت الزيتون. وهنضيف كمان معلقه هريسه شطه، وادي ليمونه كمان. عشان ايه بقى؟ انتي هتشوفي دلوقتي احنا هنعمل ايه اهو. ليمونه كمان، زي ما قلت لكم الليمون مهم جدا جدا للسمك، بيدي طعم روعه. ممكن كمان تستخدمي ليمونه و2 للخلطه دي من بره.
سمك يعني ليمون وتوم اساسا يعني. اهو اهي جبت ليمونة كمان. كل ده بعد كده بتلاقيه بقى في الطعم، تقعدي تاكلي تلاقي الريحة جميلة، الطعم جميل، انت مش محتاجة تحطي ولا توابل تاني ولا اي حاجة خالص، هو كده بالظبط. تمام، هنقلب بقى كل ده. بصوا اللون الاحمر ده انت ممكن تستبدليه بفلفل، لان اللون الاحمر على فكرة بيبقى جميل قوي على السمك حتى بعد ما بيستوي. فانت ممكن تحطي بقى في الخطوة دي فلفل رومي احمر، تفرميه وتحطيه معاه. بصي اهو، تاخدي بقى من الليمون وزيت الزيتون والثوم وتتبليه كده مع بعضه كله بالشكل ده اهو. تمام. عايزه اقول لكم بيطلع احلى من المقلي مليون مره، وكل الحكايه نص كوبايه زيت بالكتير. ادي. وعلى فكره ممكن ما تستخدميش زيت زيتون، ممكن تستخدمي زيت نباتي عادي، على حسب يعني راحتك وعلى حسب الامكانيات يعني اللي موجود تستخدميه. استخدمي زيت عادي، او استخدمي اللي هو زيت دوار الشمس، او تستخدمي زيت ذرة او زيت زيتون، اللي موجود تقدري تستخدميه. تمام. خلصنا اهو وغسلنا ايدينا تاني وبعدين رجعنا اهو، حطينا كل حاجة تمام معانا. تمام اهو بالشكل ده. خلاص كده احنا خلصنا، غسلنا ايدينا وبعدين اهو حطيناه بقى في الفرن. الفرن طبعا عندك سخن مسبقا، ده اهم شيء. بتسخنيه مسبقا الاول، وبعد كده بتحطي فيه على درجة حرارة عالية على فكرة، عشان السمك ما ينزلش ميته وينشف، فتخلي درجة الحرارة عالية. وبعدين هنا بقى نعمل شوية رز صيادية. حطينا شوية زيت، وطبعا مقطعين بصل كتير، يعني رز صيادية يعني بصل. تمام اهو بالشكل ده. هنسيبه بقى لغايه لما ايه يتحمر اهو. انا طبعا بوقف شويه علشان انتوا ما تتضايقوش. وادي هنا هنحط فص توم كده مفروم، ده كان فايض من السمك. بس مش هحط عليه حاجه تاني. ممكن على فكره تاخدي سنه من التوم اللي بالخلطه وتحطيه، بيبقى روعه قوي. ادي اهو فص توم مع البصل. ما تحرقيش البصل، البصل بصي دهبي حلو ازاي، بصي الجمال. ما تخليهوش غامق ابدا، لان الغامق بيمرر الرز. ادي هنحط عليه الرز كده. انا بحب اعمل الحركه دي واشوح الرز عشان يطلع مفلفل. يعني مش بحب احط الميه وبعد كده اسقط فيها الرز، لا بحب اخد تشويحه كده للرز، بيدي طعم جميل وريحه جميله قوي. واتبل كمان الرز قبل ما احط اي حاجه، قبل ما احط الميه. بصي هنا حطيت شويه كزبره ناشفه، وشويه معلقه كده حاجه بسيطه قوي، رشه من البهارات السبعه، ورشه كمون. ده الرز الصياديه، ودي طريقتي فيه. بس حقيقي هتاكلي احلى رز صياديه. وادي شويه قرفه. تمام. وشويه فلفل اسود اهو. بيتشوح كده، نشوح كل الحاجات الحلوه دي كده مع بعض. تمام. وهننزل بورقتين من اللورة. طبعا رز الصياديه بقى اللي بيتعمل في البيت تعمليه بقى بمزاج. بصي رشه شطه كده مجروشه زي ما قلت لكم بنحب الشطه قوي. تمام. وهنا اهو شوحنا الرز. بصي بقى تسمعي بقى صوته كده، الرز خلاص شوح بقى حلو. هنجيب بقى ميه في الكتل اهو، ميه بتغلي، وبصي ننزل كده على الرز. انا ببقى عارفه مقدار الرز، بس انت لو مش مقدار الميه والرز، لو انت مش عارفه، ده رز بسمتي. كل كوبايه رز بتاخد تقريبا كوبايه وتلت او كوبايه ونص ميه بتوين يعني. ممكن بس ممكن تحطي يعني عليها كوبايه ونص، وعلى قد المقدار كله قللي نص بس، لغايه لما تشوفي هو هيبقى محتاج معاكي ولا، لان بيختلف من رز للتاني. تمام. هنا بقى فتحنا وحطينا اهو رشة سكر على طرف المعلقة كده. سكر ليه؟ علشان لما بتحمري البصل احيانا بيبقى مدي كده سنة مرارة، فاحنا مش عايزين المرارة دي. فاهو بالشكل ده اهو غطينا بقى عليه، وهنسيبه لحد لما يبدأ يدخل كده ايه، بصي يتشرب
اهو. هنوطي عليه النار ونحط تحتيه تمام كده الشياطة بالشكل ده. ايوه، ونوطي عليه ونسيبه. وهنا السمك شغال اهو زي الفل، شايفين؟ هنعمل ايه بقى؟ هنجيب فرشة وناخد من الصوص اللي نزل كده من السمك ده اهو، هناخد منه ونحط على وش السمك، ومع زيت الزيتون طبعا والحاجات الحلوة دي والطعم كله اهو، وترجعيه تاني للفرن. هنا بقى الرز خلاص اتشرب وبقى جميل واستوى كمان. بصي بقى مفلفل خالص اهو، بصي ما شاء الله في منتهى الجمال. شايفين السمك؟ ما شاء الله في منتهى الجمال. ده بعد ما طلع بقى صدقيني طعم في منتهى الجمال، احلى من السمك المقلي بكتير واصح منه بكتير، صحي جدا جدا جدا. شوفي هوريكي دلوقتي اهو. بصي بقى، شوفي الرز اهو لسه نازل من على النار، بصي مفلفل خالص ازاي وجميل، ولونه حلو ومش غامق ولا اي حاجة، حاجة كده في منتهى الجمال. بصي شوفي السمك لحمه ابيض وجميل ازاي. اتمنى يكون السمك عجبكم، واستنوني في فيديو جديد، ومع الف سلامة مع المصري.